خير يا حبيبي، عملت ايه في الامتحان النهارده؟ طمني وفرح قلب امك يا حبيب امك. كنت جايب معايا برشام ب20 جنيه من قدام المدرسة، ودخلت بيه الامتحان، وكان واقف عليا شيخ، فتوترت جدا وما كنتش عارف اعمل ايه. وبعدين حصل ان شاء الله. عدى نص الوقت وما حلتش حاجة، وبقيت عمالة ابص حواليا، والشيخ لاحظ وقال لي: بالك يا ابني؟ قلت له: ما حلتش حاجة خالص. قال لي: طب ما تحل اللي تعرفه. قلت له: انا اصلا ما اعرفش اي حاجة. كمل كمل يا حبيبي يلا انا مذاكرالك بنفسي امبارح. قال لي: امال انت جاي الامتحان تعمل ايه؟ هو انت مش عارف ان المادة دي هي اللي عليك ومفروض تذاكرها؟ عيطت وقلت له: اصل بابا مات. قال لي: البقاء لله، وفضل يهد فيا. قلت له: ابوك مات؟ بتفول على ابوك؟ كمل كمل. قال لي: حاول تعمل اي حاجة، الوقت بيعدي. رحت قلت له: انا بصراحة معايا برشام وعايزة اطلعه. راح قال لي: حرام لو ستك تغش. قلت له: معلش والنبي. بقى قلت للمراقب اللي واقف عليك ان انت معاك برشام؟ كمل. فضلت اتحايل عليه واتحايل عليه، وبعدين اخيرا وافق ان انا اطلع البرشام. بس اول ما طلعته، ها حصل ايه؟ دبسهولي في ورقة الاجابة وشيلني المادة.